رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. كل يوم أكلة جديدة من بلد جديدة. حذروا بنفطر فين النهاردة؟ شوفوا بقى المكونات وتعالوا نشوف هنعمل ايه. أنا كاتبالكم كده ورقة فيها كل المكونات بتاعت الأكلة بتاعتنا بتاعت النهاردة. تمام؟ حاولتوا تعرفوا؟ يلا تعالوا نشوف. عندنا لحمة هنا هو، لحمة خروف أو لحمة بقري، وعندنا بصل أنا بجيبها كده طازة، وعندنا برغل، وعندنا هنا بقدونس، وعندنا هنا نعناع ناشف وبردقوش، وعندنا كمان هنا شوية قرفة، وكمان عندنا ايه بس الحاجات دي. يلا هنجيب البصلاية ونقشرها، وبعدين نفرمها ناشف، نفرمها طري قوي 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 قوي. خلاص كده. وبعدين نحطها في طبق صغير، ونيجي نجيب اللحمة، بصلتين كده على قد بصلتين. نجيب اللحم، انا ما بحبش افرمها، بحاول ان انا اقطعها صغير 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 كده، ما بجيبهاش مفرومه من عند الجزار. انا بحب اعملها انا بنفسي في البيت، اقعد اقطع فيها كده لغايه ما تبقى ايه مفرومه وفيها قطع كبار. نحطها كده في طبق، وبعدين نيجي بقى ايه، نجيب البصل اللي احنا فرمناه ناعم، ونحطها البصلتين ونحطها على الكيلو لحمه، ونقعد نقلب كده. ونجيب معيار، شايفين المج، شايفين صورتي، معيار من البرغل، كوبايه كده، ونحطها ونغسله بالميه، ونسيبه شويه كده في الميه لغايه ما يبقى ايه، يعني مش يتغسل، هو بس ايه يعني ايه، يطرى شويه. وبعدين نصفي الميه ونجيب البرغل نحطه على اللحمه والبصل. طيب هنجيب ايه تاني؟ نبتدي بقى نتبلها بالتوابل، نحط القرفه، ونحط الفلفل الاسود، ونحط البردقوش، ونحط كمان النعناع الناشف الجاف. طبعا الملح ضروري بس ما تكتروش قوي. خلاص. نحط بقى كل حاجة في الفود بروسيسور. تمام. ونضربها ونفرمها فرمة ناعمة قوي 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 قوي. خلاص. لسه برضو ما عرفتوش احنا بنعمل ايه. يلا الفود بروسيسور فرمناها. خلاص. بصوا بقى، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، بقت طريه جدا 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 اهي. خلاص. نحطها بقى كده على جنب، ونغطيها لغايه ما نيجي نشوف الجزء التاني بتاع الاكله بتاعتنا دي، اللي هي الحشوه. خلاص. نحطها كده على جنب. عشان نعمل الحشوه بتاعت الطبق الجميل ده، بنجيب برضو لحمه فريش فريش فريش، ونجيب فلفل اسود، جوز الطيب، ونجيب ليمون، عاوزين ليمون كتير، وعاوزين كده هنا نعناع ناشف برضو، وصنوبر وزيت زيتون. انا عارفه الصنوبر غالي، ودبس رمان. ها لسه برضو. وسمنه. هقول لكم ليه دلوقتي السمنه بحتاجها في ايه. خلاص. والبصل زي ما احنا عارفين، انا طبعا عندي شويه بصل كنت فرماه من اللي احنا عملنا بيه اهو القديم اهو. خلاص. بس هزود عليه كمان شويه عشان انا محتاجه الحشوه، محتاجه بصل كتير. نفرم البصلايه ناعم قوي قوي قوي. مش عارفه البصلايه عملت لي، سيبت لي مناخيري، شايفين. يلا. ونجيب بقى اللحمه ونقطع نقطع 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 نقطع، ونحطهم في الفود بروسيسور، كل الحاجات دي على بعض. بعد ما ضربنا اللحمه في الفود بروسيسور اهي، بصوا طلعت عامله ازاي. مش عاوزينها طريه قوي برضو، احنا عاوزينها بالشكل ده. نطلعها كده ونحطها هنا اهوت في طبق، في بولة، عشان نضيف إليها بقية المكونات. هنجيب طاسة ونحط فيها زيت زيتون. السمنة هنا بقى أنا بحب أحط مع زيت الزيتون، بحب أحط حبة معلقة إن شاء الله كده صغيرة سمنة عشان الريحة. ونفتح النار ونقلب بقى زيت الزيتون، خلوا بالكم عشان ما يتحرقش، ونحط البصلاية، نقلب شوية كده اهوت لغاية ما لونها كده يدبل شوية، بس خلوا بالكم ما تتحرقش. وبعد كده نجيب اللحمة اللي احنا قطعناها او اللي احنا فرمناها، ونحطها على البصل، ونقلب كله 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 كده مع بعض. نحط بقى التوابل والبهارات، جوز الطيب، ونحط عصرة ليمونة كده كويسة، الليمون بيدي حموضية كده وبيبقى حاجة حلوة قوي. خلاص. ونحط دبس رمان، وكمان نقعد نقلب نقلب، نخلي بالنا التقليب مستمر عشان ما تتحرقش. بصوا لونها بقى حلو ازاي. تمام كده. تمام كده. نشيلها بقى ونحطها على جنب. سخنه، استنوا يا جماعه، استنوا نحطها عشان ما تحرقلناش بس الترابيزه. نشيل الفرن البوتاجاز دوت بتاعنا، ونجيب بقى ايه، الصنوبر بعد ما تبرد شويه، ونحط شويه صنوبر. كتروا الصنوبر والجوز يا جماعه لانه بيدي طعم حلو قوي. لسه برضو ما عرفتوش احنا بنعمل ايه. طيب نكمل. انا سامعه. في ناس بيقولوا عرفنا. هنجيب طبق كده ونحط فيه شويه ميه،
طبعا المية دي مش سخنة، بس انا كنت حاطة المية هي جبتها من الحنفية هنا، ونحط شوية تلج. ليه؟ انا عاوزة المية تبقى ساقعة علشان لما نيجي نصبعها بقى او نحشيها. برضو معرفتوش، انا بحب اعمل الطريقة دي، بجيب فنجال كده واحط فيه كيس بلاستيك، واجيب حبة من العجينة اللي احنا عملناها في الاول دي، تمام، ونحطها، واحاول اعمل فيها كده هوت فتحة في النص عشان احط الحشوة اللي انا عملتها. طبعا الكلام ده هعمله لما تبرد شوية الحشوة. خلاص. وبعدين تعالوا هنشوف الطريقة بتتعمل ازاي. ناخد جزء كده من الحشوة الجميلة بعد ما بردت، ونروح حاطينه جوه، ونضغط كده شوية. احنا عاوزين نحافظ على الشكل بتاعها الجميل اللي هي معروفة بيه. ونقفل كده، نلف الكيس ونضغط كده هو قوي قوي قوي، وبعدين نطلعهم حبات ال ها لا مش هقول. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، الله اكبر. ونوضبها كده بالشكل ده لان هي بتاخد الشكل ده. شايفين؟ ونبتدي بقى ايه، نحطهم في صواني كده هوت، نفرزهم ونحطهم في الفريزر عشان رمضان، لان احنا عشان نستعملها لازم نكون مطلعينها من الفريزر. هوريكم طريقة تانية برضو بنعمل بيها، غير ان احنا نعمل بالفنجان. ممكن تعملوها بايديكم بالشكل ده. نعمل ايدينا كده الثلاث صوابع كده ونعملها كده عشان انا عاوزة الشكل المخروطي ده، تمام. ونبتدي نحشي. كل واحدة فيكم يا جماعة، كل واحدة فيكم يا بنات تعمل بالطريقة اللي هي شايفاها سهلة او تقدر تعملها. ونقفل كويس جدا عشان لما نيجي نحمر الحشوة ما تطلعش في الزيت. نضغط كده هو شوية، وادي الشكل بتاعها. هعمل بقى كتير عشان انا رمضان جاي، وليه سهل عليا ان انا اروح مطلعاها من الفريزر محمراها، او اعملها مشوية، او احطها في لبن زبادي. ها لسه برضو معرفتوش. ادي بقى هنا هنجيب زيت، ونبتدي نحمر بقى واحدة واحدة، واحدة واحدة. استنوا كده، خلوا بالكم بقى ما تعلوش النار عشان ما تتحرقش وتبوظ وتبقى لونها محمر قوي. شايفين لونها يجنن ازاي؟ ذهبي يجنن. نجيب بقى طبق التقديم ونحط تحت كده بقدونس او خس. انا بحب احط الخس لان بيبقى لونه حلو. ونبتدي بقى نرصها بعد ما نطلعها من المصفى والزيت بتاعها يتشال كله، وتبقى جاهزه للأكل، ما تبقاش شاربه زيت كتير، تمام. هنجيب بقى نعمل طبق تاني. هنجيب هنا علبه روب زبادي، ونحطها كده في الطبق، وناخدها كبيره، يعني علبه مثلا نص لتر حاجه كده، ونحط عليها شويه ميه. انا عندي شويه ميه هنا حطها في الكاتل، تمام كده. ونحط معلقتين 3 نشا، ونقلب قوي قوي لغايه ما يتقل الزبادي ويبقى كويس. نحط بقى فيه الاكله بتاعت النهارده ونقلب كويس كده كده جدا. ونجيب فصين 3 توم ندقهم كده هوت، ونروح حاطينه عليه. بيبقى الريحه تجنن. في ناس بيحبوا يحطوا، لا لازم نحط التوم على فكره، تمام. وبعدين بعد ما بنخلص التوم نروح حاطينها في الطبق التقديم، ونرش عليها شويه نعناع ناشف. يا سلام على الريحه. كده اكلتنا جهزت. في منها معمول باللبن ومزوقينه باللوز، وفي منها متحمر كده هوت، وفي منها مشويه على فكره. دول بقى هيروحوا على التلاجة للتفريز. الله اكبر، 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 الله اكبر. فطرنا فين النهارده يا بنات؟ وطبخنا ايه؟ اكتبولي في الكومنت، وهشوفكم بكره في بلد جديد مع اكله جديده. باي باي.